حقيقة أوبر تنقيص الوزن مثل الساكساندا والأوزمبيك وغيرها. شوف أنت من تاكل ورا الأكل جسمك راح يفرز هرمون اسمه الأنكرتين. هذا الهرمون يحفز إفراز الأنسولين وارتفاع سكر الدم ورا الوجبة. الأنكرتين هرمون يحسس بالشبع، بس مشكلته إنه مفعوله قصير، بيتفكك بإنزيمات معينة. المهم أوبر تنقيص الوزن راح تنطي مفعول نفس هرمون الأنكرتين. هذين الأوبر هن GLP-1 agonist، يعني هذول يكونون مشابهين لهرمون الأنكرتين اللي ينفرز بعد الأكل. فبما إنه راح تنطيك نفس مفعول الأنكرتين، حيصير عندك شبع واكتفاء بسرعة، وراح تبطأ عملية الهضم وامتصاص المغذيات، فبالتالي راح تحس بحموضة بالمعدة، غثيان، امساك، وايضا ممكن يصير عندك دوخة وتعب وصداع، وهذا كله بسبب قلة الاكل. اتذكر دائما انه تقليل الاكل بشكل كبير وعجز السعرات جدا قوي هو عملية غير صحية نهائية لنزول الوزن، لان راح تأذي عملية الايض عندك. طبعا بسبب انه الابر راح تبطئ عملية الهضم، فراح يكون جدا صعب عليك انه تسد احتياجك من البروتين، خصوصا لان البروتينات هي اصلا بطيئة وصعبة بالهضم، وبالتالي بسبب عدم قدرتك انه تسد احتياجك الكافي من البروتين راح تبدي تفقد الكتلة العضلية بجسمك، وهذا ايضا راح يؤدي الى خلل بعملية الايض، بطء بعملية حرق الدهون، وبالتالي ترهل الجسم. فحتى لو نزلت وزن، هذا غالبا الوزن حيكون نزول بالسوائل ونزول بالكتلة العضلية وليس نزول دهون بالمرتبة الاولى، لذلك ما راح تكون اصلا راضي على نتيجة النزول. وها هي بقت بعد يمك، جمع المعلومات اللي اخذتها وشوف اذا تفيدك او لا. شاركوا الفيديو اذا استفاديتوا. باي باي.